تبص لها سيده قالت لها بتفتري على الخدامه بتاعتها وبتضربها، خدي بالك لما ربنا قدرك على انسان، الانسان ده ممكن يوديكي جهنم بعد كده، لان الانسان ده بياكل اكل عيشه، لازم تعمليها زي اولادك، تعمليها احسن معامله. اربطي السعاده بانك تكوني عطاءه، اربطي السعاده بانك تكون عطاء. فالنهارده خدوا بالكم تربطوا السعاده والالم بايه، عشان هو ده المكان اللي هياخدك بعد كده للروابط الذهنيه اللي ان شاء الله هنتكلم فيها في المحطه اللي جايه بعد كده عشان نوصل لاهدافنا ونحقق احلامنا. ومن اول النهارده افتكر باستمرار، افتكر باستمرار انك تقرب اكتر من الله سبحانه وتعالى، حط كل السعاده فيها، لان هي دي فعلا سعادتك الحقيقيه، لان ربنا سبحانه وتعالى هيكون معاك في كل مكان وفي كل حته وفي اي وقت 24 ساعه، عارف، وهديه. عارف الشخص اللي كان نفسه ان ربنا سبحانه وتعالى يكون ماشي جنبه، نفسه يحلم بيها، وبالليل حلم انه ماشي على شاطئ البحر وان في 4 بصمات لرجلين، فبص كده قال لك الله، الحمد لله، الله سبحانه وتعالى بيوريني ان في بصمات، يعني اكنه ماشي جنبي، الله متشكر يا رب، مش عارف اشكرك ازاي. بعدين بيبص وراه لا بصمتين 2 بس، قال له يا رب لما كنت تعبان في الماضي كده برضه تسيبني، وجاله الصوت وانا نايم في المنام قال له دي بصماتي انا، ده الوقت اللي انت كنت تعبان فيه وانا صحيتك، ده الوقت اللي انت كنت ميت فيه وانا احييتك، ده الوقت اللي انت كنت عريان فيه وانا اديت لك هدوم، ده الوقت اللي انت كنت جعان فيه وانا اكلتك، ده الوقت اللي انت كنت ميت فيه وانا احييتك. فلما تحب الله سبحانه وتعالى من قلبك تبص تلاقي الله سبحانه وتعالى حواليك، هو على طول حواليك على كل حال، لكن كل ما في الامر انت بتديله اكتر، ربنا كل ما تديله حاجه بسيطه جدا 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 هتبص تلاقيه يسوقها لك، لما تروح يوم القيامه هتلاقي منها كتير. عارف لما تمسك حاجه بسيطه تقول بسم الله الرحمن الرحيم، تيجي يوم القيامه تاخد كتابك تقول بسم الله الرحمن، اتعودت عليها بقت عاده، هتلاقي كتابك ابيض تقول له يا رب، تقول لك تعرف ازاي انا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي من يشاء. خليك باستمرار افتكر كل لحظه ان ممكن فعلا تكون اخر لحظه في حياتك، خد بالك بتربط ايه بايه، عشان كده خد بالك من الادراك بيوصلك للتفكير، والتفكير بيوصلك للتركيز، والتركيز يوصلك للاحاسيس، والاحاسيس هتاخدك في شارعين، شارع الالم وشارع السعاده. خد بالك بتربط ايه بايه، لان اي حاجه هتربطها بالسعاده المخ هيروح لها، واي حاجه تربطها بالالم المخ هيبعد عنها. فافتكر باستمرار اربط كل حاجه في مكانها الصحيح. اذا كان بتربط السعاده بالنصب على الناس في سعاده لانك بتاخد فلوس، لا خد بالك الفلوس دي هتكون ضدك، اربط بيها الالم واكسب بما يرضي الله، هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك فيها اكتر واكتر واكتر. ابعد عن السلوكيات السلبيه بما فيها التدخين والادمان والعصبيه، وانك تعامل اولادك انك تضربهم وانك تفتري عليهم. عيش كل لحظه كأنها اخر لحظه في حياتك، عيش بالايمان بالله سبحانه وتعالى، بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بتتبعك باخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، عيش بعد كده بالكفاح، ولما تكافح عيش بالفعل، ولما تحطها في الفعل عيش بالالتزام، وتعيش بالالتزام عيش بالصبر، ولما تعيش بالصبر عيش بالحب، وقدر قيمة الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.